والله يا جماعة أنا يعني قعدت أسمع سيسي النهاردة في مؤتمر مش عارفة ايه وطن ده. ف يعني أنا تهت في النص كده وهو بيتكلم على الطاقة. بس يعني حسيت ان المفروض انه يعني بقى عندي مشكلة انه هو كل ما يهبد رقم ادخل على جوجل عشان ادور على تمنه بالذهب. فطبعا يعني برضو الموضوع بقى مقلق لانه لما الامريكان بيعرفوا ان انت بتسيرش على الذهب دي مشكلة. يعني هم عرفوا انه دخل عمل سيرش على الذهب، على سعر الذهب، فعلى جوجل. فطبعا انا خفت، يعني الواحد بقى يخاف يعمل سيرش على سعر الذهب دلوقتي. ف يعني انا بطلب رجاء من السيد الرئيس السيسي انه لما يقول لنا بعد كده ارقام، تكلفة ارقام او تكلفة في الميزانية، يقولها لنا بسعر سبائك الذهب. يعني انت ما ترضكش ان يعني ما ترضكش ان احنا نتحسب عليك غلط. يعني دلوقتي لما بقعد اتكلم مع حد يعرف ان انا مصرية يقول لي ايه ده انت اكيد زعلانة على السيناتور بتاع نيوجيرسي عشان انتوا مصر فقدت عميل مهم يعني. فطالما احنا كده كده محسوبين عليك وهم مش معتبرين ان اي مصري كده دلوقتي مش فرحان فيك وشمتان فيك، فانت سهلها علينا ما تخسرناش كلنا يعني. فلما تقول رقم في الميزانية بعد كده تقوله لنا بسبيكة الدهب، بسعر الدهب. لان انت اكيد عامل ازمة دلوقتي لان هم كانوا عايزين يحولوا ان الناس كلها ما يبقاش معاها فلوس وتشتغل بالديجيتال كوين وبالعملة الديجيتال كارنسي، وتشتغل بالعملة الديجيتال، وانت اخرته لان انت حولت كل الفلوس كلها لذهب. طبعا دي ميشن مهمة وانجاز كان المفروض تقوله لنا في الانجازات الرهيبة اللي انت عملتها في ال10 سنين. بس انت قلت ان الكهرباء كانت بتقطع في 2010 وده ما حصلش. يعني 2012 ماشي، انتوا اللي كنتوا بتقطعوا الكهرباء، احنا ما كانش عندنا نقص في الكهرباء. معلش يعني عشان انا كنت شغاله في الحكومه وقتها. ف يعني لما تكذب الكذبه صدق، يعني سوري ما تصدقهاش. يعني لازم تقول، تفتكر ان كان في ناس عايشه في الوقت ده وبتشتغل في الحكومه. احنا ما كانش عندنا كهرباء بتقطع في 2010 وما كانش عندنا نقص في الكهرباء، بالعكس احنا كان عندنا محطات كهرباء كنا عايزين نفتتحها بعد 2010. وانت خدت المحطات دي وكتبت عليها اسمك. فمش ما يعني يا جماعة بلاش مش قوي كده يعني. أزمة الطاقة دلوقتي والكهرباء انت كده بتقول ان انت كان بتعمل صيانة. وقبل كده قلت ان سعر الدولار هو السبب. طب ما انت عندك دهب بقى. بلاش نتكلم بالارقام دي لو سمحت. انا بتلخبط ومش قادرة اخش اسيرش على جوجل على الاسعار دي. فبعد اذنك لما تيجي تقول الكلام بعد كده تقوله بسعر الذهب. الهبد بقى اللي انت هبدته على الدين ده، يعني انا ما بحبش اتكلم في الدين. الحاجة اللي ضحكتني قوي في خطاب السيد الرئيس وفعلا موتتني من الضحك وخلتني ركنت على جنب كده اتشقلب من الضحك، لما قال هو ليه ما عملش مصنع حديد وصلب هيكلفه 2 تريليون علشان تكلفته كبيرة، لكن الطرق والكباري خليته كل ما تفرش طريق تدي شغل لعمالة اكتر. والناس اللي رجعت من بره كانت جاية تبني طرق. فيعني انا اتشقلبت من الضحك. انا مش شايفه اصلا ان انتوا عندكم صناعات، فانت عمال تقول اصحاب المصانع. يعني انت قلت كذا حاجه ضربوا في بعض. يعني انت الطاقة لازم توفر الطاقة عشان اصحاب المصانع ما يقفلوش، عشان الناس ما تقفلش، عشان مش عارفه ايه. بس انا بقى ما عملتش مصانع علشان المصانع هتكلف
و... وانا مش هيجيلي داخليا انكم منها، بس هجيب عمله. ايه اللي انت ايه الكلام اللي ملوش اي، اللي مش لاقي على عفش بيتكو ده؟ اي هبد بقى الواحد هيشرحه هيبقى ملوش اي 30 لازمه. باع مصنع الحديد والصلب اللي كان موجود، المتر اقل من 300. ايوه، ما هو الفكره نفسها يا حاتم باشا، انه لما يقولك انا ما بنيتش طرق ال10 سنين، انا ببني طرق وما بنيتش مصانع عشان مصانع هتكلفني، فما هو اتضايق يا بيه. ده بيحسب سعر انبوبه البوتاجاز دلوقتي على المواطن، رغم ان هو في 2018 او 2019 كان واخد قرض تنموي علشان يدخل الغاز للبيوت. وبناء عليه، لان انا كنت في مصر وقتها وكان البيت اللي انا ساكنه فيه معتمد على انبوبه البوتاجاز، فبناء عليه خلى مره واحده سعر انبوبه البوتاجاز نط ل 100 جنيه او مش فاكره كام، علشان يجبر الناس انها تدخل غاز في البيوت. فالقرض راح فين؟ وبعدين بيقولك انا بشتري بالسعر العالمي. طب هو مين اللي قلل قيمه العمله؟ والعمله قلت ليه؟ يعني قيمه عملتنا بقت قليله ليه؟ عشان احنا بلد ما بتنتجش، بلد مستهلكه، بتبني طرق وكباري بس مش عارفين نبيعها، والطرق كمان بتطقطق في الميه. ماشي، يعني مثلا هنا في نيويورك المطره مطرت امبارح، ربنا ما يوريكم الحاله كانت ازاي في حتت وحتت، لان في حتت إن البنيه انفراستراكشر قديمه، وطبعا ترامب علمهم انهم ياخدوا رشاوي وما يصرفوش على البنيه التحتيه، والناس هنا واكله تطوره بتاخد مساعدات. ماشي، اي واحد مزنوق بياخد مساعدات بس ما بيتكلمش في البنيه التحتيه. ماشي، فشعب على الله، حكايته على الله. ده سعر دخول الغاز البيت ب11,000. ايوه هو، بس هو واخد قروض تنمويه علشان ما يخليش السعر بالرقم ده، علشان هو يعمل تنميه. ماشي، ويدخل الغاز ببلاش. هو قال كمان ان هو لسه بيدعم الطاقه which is not true، لان الدعم بيمشي ازاي؟ الدعم حضرتك بيبقى انا قعدت فتره في البيت، تمام، ما بشتغلش، فقدمت على اعانه بطاله اللي هي الانemployment. فوانس ان انا قدمت على الانemployment بعتولي كده ان انا معفيه من دفع الغاز ودفع الكهرباء، وبعتولي زي شيك كده ان انا اديه شركه الكهرباء والغاز اللي انا بتعامل معاهم كشيك. هو كده ده حساب الكهرباء والغاز بتوعي. ماشي، فمعنى ان حد يحط لك دعم يبقى هو عنده حصر كده انه الشخص ده امكانياته كذا، فبياخد الحاجه عينيه. يعني ما تلاقيهوش بيدفع فاتوره كهرباء، او تلاقي فاتوره الكهرباء مخفضه، ان انت كان اكشولي تدفع 300 جنيه مثلا، بس احنا في اعانه من الدوله ان انت تدفع 200 بس، وده ما بيحصلش. ماشي، فيبقى انت ما عندكش دعم، انت ما بتدعمش حد. تمام، ان انت تنزل الناس تديهم 200 جنيه وكرتونه، وساعات كرتونه من غير 200 جنيه، في ناس انت بتنزلها بالعافيه، اللي هم اهالي المجندين اللي بيموتوا، اهالي المجندين اللي عندك، موظفين الحكومه باهاليهم. ماشي، فده المفروض اقل حاجه حتى وزع جنيهات دهب. يعني ليه توزع 200 جنيه؟ اديهم جنيه دهب. ما انت حولت الفلوس كلها وعملت امن قومي علشان قيمه العمله تحفظها، تنفذ المخطط العالمي وتبيع البلد كلها. ماشي، وانت مخبي الدهب جوه. يعني احنا بقينا نقول للناس
حولوا فلوسكم لذهب، حولوا فلوسكم لذهب، وانت حولت، لغيت ميزانيه الدوله وحولت فلوس الدوله لذهب، وكمان القروض اللي بتاخدها حولتها لذهب. ماشي، فانت زامبيا بقيت، ده انجاز لازم تقوله، انت ما قلتوش النهارده. انا بقيت قاعده بسمع 39 دقيقه عشان الانجاز ده اسمعه، ان انت بتاخد الدولارات القروض وتجري على زامبيا تشتري ذهب من هناك وتيجي تديه رشوه هنا. انا ليه ما سمعتش الكلام ده؟ ده انجاز مهم جدا، ده انجاز لازم يعني كلنا نشيد بيه، ان كده لو احنا خدنا الذهب ده رجعناه تاني قيمة الجنيه هي ترجع زي ما كانت. بس انت خبيث طبعا ورجل مخابرات قراري، ف مخبي الذهب علشان تطلعه لنا في اخر الفيلم بعد البيع ده كله. يعني لا، انا سمعت يا حاتم، لا انا سمعت ال 39 دقيقة للاسف، وبعديها كان في 13 دقيقة تانيين هبت فيهم هبدات دينية جنب شيخ الازهر كده، جامدين جدا. الهبدات الدينية اللي هبدها طبعا انا يعني اقل واجب يعني ده يخرج اي حد من الملة بجد. هو بيقوم بدور عظيم على فكرة الراجل والله العظيم. يعني هو اللي يسمع الخطاب الديني بتاعه بس بالتهديد ان هو ربنا جابه وربنا هو اللي هيقعده وروحوا انتخبوا وهتشوفوا. يا جماعة الانتخابات دي كلها فيلم هندي والله، وانتوا بتحرقوا الجاز عليها جامد، لان هو حتى منع الناس بتاعت احمد طنطاوي علشان انتوا تصدقوا ان احمد طنطاوي مرشح الدولة فعلا، مرشح مش بتاع الدولة قصدي، مش بالاتفاق مع الدولة، فتنزلوا بقى لما يفتحوا لكم يوم او يومين فالناس تجري. فهو هياخد اللقطة بتاعت الزحمة على الشهر العقاري والزحمة على الانتخابات ويعمل بيها شغل انه اهو في عرس ديمقراطي او عرس ديمقراطي. الناس اللي في السفارات برضو اللي مطلعة انها راحت في ألمانيا ولا في حتة تانية تنتخب عشان يبين للدول ان هو في ديمقراطية وفي حرية والناس رايحة تنتخب اهو في السفارات بتاعت الدول دي. ده ليه؟ عشان القروض برضو يكمل قروض، عشان هو لازم يدي شكل معين. يا جماعة محدش قادر ينزل مصر، هو نزل ازاي؟ كل اللي نزلوا مصر نزلوا بديل. ده في واحد قريت عنه في رصد مسجون بقاله سنتين علشان كتب كان على تيشيرت بتاعه وطن بلا تعذيب، فبقاله في السجن سنتين. فاحمد طنطاوي دي اشتغال يا جماعه، هو لازم ينزل الناس الشارع، لازم يبقى فيه زحمه في الشارع على التوكيلات وعلى الصندوق الانتخابات، لازم. فاي زحمه واي ناس بتهبط بره المعارضه ويتبان لكم خيانه المعارضه قوي قوي من القنوات اللي انتوا بتسمعوها، بانهم بيحاولوا يصدروا لكم او يبيعوا لكم فكره ان احمد طنطاوي فعلا مرشح محتمل. نزول اي بني ادم الشارع هو دعم للعمليه الديمقراطيه، ان السيسي جاي بديمقراطيه. واي كلام على انه عمل نخنوخ عشان يدافع عنه قصاد العرجاني دي اشتغاله فشيخه. الاتنين بتوعه، الاتنين رجالته، لكن ظهورهم دلوقتي ليه لسه انا مش عارفه. اكيد لما اعرف زي ما عرفت كده موضوع الرشاوي بتاع الهند عشان يروح يقابل بايدن ويقابل بن سلمان، هقول لكم. بس هو دوليا دلوقتي او مش هقول دوليا، هقول في امريكا ومع السعوديه لا موقفه مش حلو.
والمعونات العسكرية معنى انها تقف معناها ان مش عشان حقوق الانسان، علشان الدور الاستراتيجي بتاع مصر انتهى، وهم مستقتلين، لان السرقة اللي بيسرقوها والرشاوي اللي دفعوها اكتر بكتير من رقم المعونة. فما تقنعونيش ان هو ميت على 300 مليون دولار. ده الراجل بيهبد لك تريليونات رايحه جايه النهارده، يعني مش ملاحقه امسكها، يعني مش ملاحقه، وخايفه اخش اعمل سيرش على جوجل اتحسب عليه. السيرش على جوجل دلوقتي بقى بتمن، يعني ف المعونه نهايتها الجيش مستقتل عليها، مش عشان هو بياخدها وبيسرقها، لا هو بيسرق اكتر من كده بكتير. لا، والنهارده هو بيقول لكم انتوا هتجوعوا اكتر، واوعوا تبيعوا بلدكم عشان انتوا جعانين. لا، انتوا هتجوعوا اكتر من كده. الميليشيات اللي هو بيعملها دي هيبقى ليها سبب وهنفهمه مع بعضينا ان شاء الله. المحاكمة بتاعت وائل حنا هتبدأ يوم 2 اكتوبر، يعني يوم الاثنين تقريبا. الحاجة التانية انه هو قال كلمة برضو على الهجرة غير الشرعية، بس دخلها كده لخبط فيها، فأنا ما فهمتش هو يقصد بيها ايه، فلازم اسمعها تاني. بتاعت انه سبتمبر 16 2016 ولا سبتمبر 16، لانه رجع قال بقالنا سنتين او قال رقم ملوش علاقة ب 2016 يعني، بس هو من 2016 وهو مانع الهجرة غير الشرعية، وده كان دوره بدخوله ليبيا. اتسمح له دخول ليبيا ساعة ما كان في قتل للأقباط هناك، ودخل قتل الناس. ده اتسمح له يخش طيران جوي في بلد مش بلده عشان يتساب عليكم بالمنظر ده، عشان ياخد بونت قدام الأقباط، والأقباط يدعموه، مقابل ان هو كان بيخرج يضرب المراكب غير الشرعيه. الجيش كان بيخرج يضرب المراكب غير الشرعيه في البحر المتوسط. فهو ليه ادوار بتخلص. فنزويلا في هجره جايه منها من الحدود جامده جدا. فسالت ليه هنا الناس مش طايقين بتوع فنزويلا. طلع انه بعد ما اتغير الرئيس بتاعهم الاقتصاد بتاعهم وقع، فبدأت الناس الغنية المتعلمة تيجي تسافر على امريكا. دلوقتي رئيس فنزويلا بيفتح السجون وبيخرجهم، والناس المساجين دي كلها دخلت امريكا من الحدود. عشان كده بتوع فنزويلا نفسهم اللي قاعدين هنا هم اللي قلبين على الفنزويليين اللي جايين، لانهم عارفين دول عندهم ملف اجرامي. فطبعا تبص لصور الدول دي هتعرف انه ده اللي هيحصل مع المصريين، لان عدد المصريين اللي دخل في الحدود المرة دي عدد كبير قوي، عدد كبير رهيب يعني، وما كناش متوقعينه. وعيال شباب صغيرة 18 19 سنة. فدي حدود هم غيروا اتجاهاتهم، بدل ما ياخدوا البحر لأوروبا بدأوا يجوا على المكسيك ويخشوا من الحدود المكسيكية، عشان طريق البحر اتقفل. بعد شوية اللي هيحصل انه لو دخل العاصمة الإدارية وساب الميليشيات دي، هيحصل برضو انه انفجارات في السجون والحاجات دي، والناس دي هتخرج هتنطلق. هو مش هيحمي حدود تاني بعد كده. فالعبرة بدخوله العاصمة الإدارية، مش غير كده. بس برضو في رجاء أخير إن أنت لما تيجي تهبد أرقام في التكلفة أو أرقام في الميزانية تقولها لي بالعملة بالذهب، بسبيكة الذهب بعد إذنك، لأني ما أقدرش أدور عليها هنا أعرف أحول هما كام، عشان أنا عارفة إن أنت هتقتصد جدا في إن أنت تقول رقم سبيكة الذهب. فربنا يوفقكم.